السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. في قصتنا اليوم راح نشوفوا كيفاش كانوا يعانوا أهل الدوار، وراح أيضا نعرفوا قصة عم العربي وواش صراله هو وبنته. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صاحب القصة: أنا من إحدى ولايات الوسط، نسكن في دوار شبه خالي، بين الدار والدار قريب 100 متر. في دوارنا كاين أشجار الزيتون بزاف، وعندنا حتى الهندي تشيمبو. نعتمدوا في كسب قوتنا على الزراعة والفلاحة. كان في الدوار عندنا أعيان كبار، رجال كبار كانت عندهم هيبة في الدوار تاعنا. هما اللي كانوا يحلوا المشاكل بين المتخاصمين، وهما الكل في الكل. في دوارنا كنا خارج خريطة الجزائر، يعني خارج مجال التغطية، ما على بالناش بحتى حاجة، وما نعرفوش واش راهو صاري في الجزائر. كان جدي الله يرحمه واحد من كبار الدوار، هو أول واحد في الدوار شرا تلفزيون. هذاك الوقت كان التلفزيون عزيز بزاف، وكانت غير قناة الأرضية. ولو كان ما يكون جدي حتى واحد ما يقدر يفتح التلفزيون. مع الوقت بداو الناس يشروا تلفزيونات، وكان البرنامج الوحيد اللي كنا نتابعه بزاف هي نشرة الثامنة. هذاك الوقت كانت أغلب العناوين تحكي على عملية الإرهاب، عدد القتلى والمفقودين. كنا نشوفهم في الأخبار، من بعد ولينا نسمعوا بهم في الدواوير اللي حدانا: فلان بفلان قتلوه، فلان بفلان ذبحوه، فلان طلعوه. دوارنا كان يحكم فيه واحد السيد اسمه الشيخ العربي، كان هو الآمر الناهي، وليه يرجعوا كامل الأعيان، يعني كاع الناس، وكيما يقول ينفذوا. هو كان منضم للإرهاب، يوكلهم ويشربهم، وهما كانوا عاطينه وعد باللي ما يتعرضوش لحتى واحد في الدوار تاعنا. الشيخ العربي كان يخدم مع جماعة الجبل، يوكلهم ويشربهم باش يضمن الحماية للدوار تاعنا. كانوا يهبطوا من الجبل، كانوا يدرقوا عنده، وفي الليل يهودوا للدوار لحذانا، يقتلوا ويذبحوا. وكانوا مركزين على الناس اللي تخدم مع الدولة، يعني لارمي، لا بوليس، لي جوندارم، أي واحد عنده علاقة مع الدولة تنذبح العائلة تاعو كامل. الليلة ذبحوا 26 واحد، من بينهم ولاد صغار ما يفوتش السن تاعهم 10 سنوات. كي نوضنا الصباح نوضنا على البكا والعياط تاع النساء تاع هذاك الدوار. ريحة الدم كانت واصلة حتى لدوارنا، عائلات كاملة ذبحت، من كبيرهم لصغيرهم، كما يقولوا هما عائلات الطواغيت. هنا بدات الدور الشكوك والشبهات على دوارنا، كيفاش خلاونا وهبطوا للدوار اللي تحتنا. الدولة رجعت الدور بزاف عندنا، أي تجمع تفرقوا، ولا تمنعنا حتى من الصلاة في المسجد. زيرتنا مدة من بعد راحت، ورجعوا الإرهاب يجوا للدوار، ولاو يدخلوا للجامع ويصلوا بالناس. وكانوا أغلبية الأوقات يجوا في صلاة المغرب ويقعدوا حتى لصلاة العشاء. والنص تاع الناس رجعت تصلي في ديارها، كانوا خايفين. بصح ولد عمي كان ما يخافش وما يخليش حتى وقت يفوتوا في الجامع، ورجع يتناقش مع الإرهاب في أمور الدين، في أي حاجة، وهما عجبهم بزاف. زعما كان واعي وفايق وعلى باله بزاف في الأمور تاع الدين. جابوا واحد الكتب والروايات محرفين وحطوهم في المسجد. ولد عمي هذا كان يقرأ في هذوك الأحاديث وسير الصحابة رضي الله عنهم، كان حاسب باللي هذوك الكتب ماشي محرفة. الشيخ العربي عنده 5 بنات، وكل ما يجوا الإرهاب عنده باش ياكلوا ولا أي حاجة ولا يتخبوا، كانوا بنات السي العربي يطلعوا للإرهاب. حتى واحدة المرة
قالوا الإرهاب للشيخ العربي لازم ندوا بناتك ونتزوجوا بيهم، وهذه كانت هي القطرة اللي أفاضت الكأس. الجماعة حبوا يدوا البنات ويتزوجوا بيهم، بصح الشيخ العربي رفض بقوة وقال لهم بناتي ما زالوا صغار. قالوا له رانا شفناهم ما راهمش صغار، وماذا بك تعطيهم لنا برضايتك، خير ما ندوهم بالسيف عليك. هنا الشيخ العربي عرف باللي ما راحش يقدر يوقف في طريقهم، قال لهم ماشي هكا تدوهم، لازم نوجدهم ولازم نودعهم ولازم نفرح ببناتي، على الأقل نديروا فاتحة. روحوا ونهار الخميس رواحوا تدوهم نكونوا وجدناهم. راحوا هذوك الإرهاب وتفاهموا مع السي العربي يجوا بالخميس يدوا العرايس تاوعهم. ولد عمي هذاك تعمى بهذيك الكتب ولا يحلل ويحرم وحده، كان يفتي بهذيك الكتب ولا يضرب اخته وبدا يكفر امه ورجع لها الهضره، ولا يقول لباه وامه انتم كفار وجهاله، حاوزوه من الدار على خاطرش كثر عليهم. وبحكم الفقر في هذاك الوقت ما عنده وين يروح غير للجامع يبات ويصلي وياكل تما. وفي المسجد تلاقى مع واحد من الإرهاب، والإرهابي قال له أنا راني نسكن في واحد الولاية أخرى وراه عندنا واحد الأخوة شوية ناقصين في دينهم، ماذا بينا واحد قاري ومثقف كيما أنت يروح معانا ينور لهم طريقهم ويهديهم للطريق ربي، يعني يرجعهم للطريق. كان حاسب مسكين باللي بصح يعني كان فرحان، راح معاهم. السي العربي راح عند الدولة وحكى لهم كلش واش صرا ولازم يعاونوه باش يسلك بناته. الدولة جات ونصبت كامل للجماعة، وفي الليل جماعة كانوا جايين مهودين وما كانوش داريين وما كانوش دايرين حتى شك في السي العربي، كانوا يقولوا مستحيل يخونهم، بصح واحد منهم كان حيلي وعلى باله باللي ماشي السي العربي اللي فرط في بناته هكا، كان متأكد باللي العربي باعهم، وقال لجماعته والله غير العربي بيعنا، وهما ما أمنوش. كي كانوا هابطين في الليل قال لهم شوفوا عندي حيلة، نطلقوا حاشاكم الحمير يمشوا قدامنا بمسافة وإحنا نتبعوا الحمار. أكرمكم الله، حاشاكم الحمار حيوان حساس، أي حركة يسمعها يدور وذنيه للأمام ويوقف. داروا العسكر الكامين وكانوا الإرهاب جايين والحمير أكرمكم الله يتمشوا قدام، والعسكر كانوا في الكامين وأي حاجة تتحرك لازم يرميوها بالرصاص. كي وصلوا لواحد المسافة محددة وسمعوا العسكر المشية تاع الحمير بداو يطيروا يطلقوا في الرصاص، وهنا الإرهاب فاقوا بهذا الكمين وهربوا، وبدورهم نصبوا هما أيضا كمين للعسكر اللي كانوا يطيروا على الحمير حشاكم. بعد مدة فاقوا باللي هذيك الأهداف اللي راهم يطلقوا عليها في الرصاص ما هي غير حمير اللي كانت جاية قدام الإرهاب. القائد تاع ذيك الجماعة تاع العسكر اتخذ واحد القرار غبي وراح يطارد في هذوك الإرهاب في الليل وفي الظلمة، غير وصل لواحد الواد لقى روحه في كمين، بعد ما كان هو نصب كمين طاح في كمين وبدأ الضرب من الجهتين. الإرهاب قتلوا 2 عسكر، وقدر هذاك الضابط ينسحب من المعركة بأقل الأضرار، كان رايح يخسر كلش. وتم الإرهاب داروا على السي العربي وداروا في رأس القائمة السوداء اللي لازم يتخلصوا منه في أقرب وقت. العسكر ما راحش يبقى في الدوار تاعنا طول، يجي نهار ويروحوا. عطاو للسي العربي سلاح وعطاو لنص الدوار سلاح وقالوا لهم عسوا رواحكم برواحكم، انتوما بديتوها وخدمتوا معاهم، ما لانتم ربطتوها بيديكم حلوها بسنانكم. السي العربي كانت عنده سيارة وكانت هذيك السيارة الوحيدة في الدوار من نوع باشي، كانوا الإرهاب قبل يهبطوا فيها
ويروحوا للفيلاج يقضوا صوالحهم ومن بعد يرجعوا. الفيلاج كان بعيد علينا بواحد 15 كيلومتر. الإرهاب كانوا كل ما يحاولوا يهبطوا من جهة الجبل يلقاو مقاومة من السي العربي وجماعتنا اللي رفدوا السلاح في الدوار. الحق جماعة اللي تسلحوا كانوا مستعدين يضحوا برواحهم باش يسلكوا الدوار تاعنا، وكذلك في سبيل السي العربي. هذيك الليلة الإرهاب هودوا تحت الدوار وداروا في الطريق قنبلة للشيخ العربي. كانوا على بالهم باللي ما كانش حتى واحد عنده سيارة من غير السي العربي. وهذيك الليلة مدخول عربي الصغيرة كانت مريضة بزاف وكانوا لازم يدوها للطبيب، وبحكم ما كان سيارة غير سيارة السي العربي، السي العربي أعطاه لخوه المفاتح وقال له روح اديها وحدك، وراح المسكين ادى مرته وبنته معاه. وفي الطريق عفس على القنبلة وانفجرت بيه. والله يحكي صاحب القصة قال والله غير لقيناه تقطع ولا يمناه طراف، والله غير حتى الأعضاء تاوعو حاشاكم كل حاجة في جهة. مرتو ما لقيناش راسها، وبنته ما كانتش حتى الأثر لها، ما لقيناش حتى الأثر لبنته. دفنوهم والسي العربي سلك منها، وقعد كل مرة يديروا له كمين واللي يحبوا يقتلوه يسلك منها. حتى واحد النهار جا واحد الطلاب يدور ويطلب في الدوار تاعنا وقال راني محتاج غير ناكل وخلاص، يعني ما خصني والو غير راني جيعان وبغي ناكل. وقعد في الدوار ايامات حتى واحد ما شك فيه. تقول ناس الدوار تعماو عليه، كان كل يوم وين يبات، مرة يبات عند الجامع، مرة يبات هنا، كل مرة وين يبات. وكان ما يخافش، وفي النهار كي نسقسوه علاش ما تخافش يقول راني قبال ربي. المهم رقدنا مليح، يعني عطانا الامان وخلى الناس كامل دات الثقة فيه، حتى قدر يوصل للسي العربي وخطفه حي وطلعوه عند الجماعة في الجبل. السي العربي تعرض كي يطلع الجبل لكل أنواع التعذيب، قطعوا له صباعه وتاع يديه وكرعيه بالكلاب، وغرسوا له الختامة في عينيه وهو حي. من بعد قتلوه وجابوا راسه رماوه في الدوار، حطوه قدام باب الجامع وعلقوا واحد الورقة فيها قاع أسماء الجماعة اللي كانت مع السي العربي. وهما هذوك الجماعة الكل كان لازم يلقاو نفس المصير تاع السي العربي. وبنات العربي ونص بنات الدوار والدواوير اللي حدانا طلعوهم للجبل. بعد ما قتلوا السي العربي هذوك الناس اللي كانوا مسلحين ما ولاوش يقاوموا كيما كانوا، كان كل واحد يسلك على روحه وعلى ولاده. وإحنا الناس اللي ما عندناش سلاح لينا ربي سبحانه، كنا على الربعة تحشية والشمس ما زالت في السماء، واحد ما تلقاه برا، كامل الناس غالقين على رواحهم في الديار. وبداو يقتلوا في الجماعة، طبعا الجماعة اللي رفدت السلاح ضدهم، وكانت عندهم واحد المتعة كبيرة كي يذبحوا ويقطعوا الراس ويفصلوه عن الجسد. ولد عمي هذاك كي داوه للجبل، جبل واحد آخر وفي ولاية أخرى. من بعد كي هبط وتاب حكالنا هو كيفاش صرالو. قال كي وصلوني عند الجبل ولحقت عند جماعة نحاولي هذيك العصابة اللي كانوا دايرينها على عينية باش ما نعرفش الطريق، باش ما نقدرش نرجع. وانا اصلا كنت فرحان، كان فرحان بروحه ورايح ندير امام عليهم، يعني كان فرحان لانه رايح يدير امام على الجماعة. كي وصلت لقيت واحد الريحة تاع العفن، الخنز اكرمكم الله تضرب من بعيد. وصلت عطاوني كليت واستعفيت، ريحت شوية. من بعد قلت لهم وينهم الجماعة اللي حابين يعرفوا على دينهم، يتعرفوا على دينهم.
بداو يضحكوا عليا، قالوا لي شكون هذا اللي قال لك هاك؟ انت هنا راك جاي تجاهد، وليا تحتمت تفجر روحك في سبيل القضية. وداوني عند الأمير تاعهم، هو فهمني باللي انت هنا باش تقتل ماشي باش تصلي بينا. هنا عرفت باللي كنت صح مفتون بيهم ومسحور، وتفكرت هضرت أمه وبا، بصح بعد واش؟ بعد ما طفرت وليت واحد منهم. هذيك البلاصة اللي داوني ليها كان فيها أكبر تجمع للإرهاب، كانوا كل يوم ينضموا ليها جدد، وكانوا هذوك اللي ينضموا بنساهم وولادهم، وكانوا يجيبوا البنات من كل الولايات، من بعد يتزوجوا ويطلقوا كيما يهوالهم. وكان تم زواج المتعة حلال محلل، يعني البنت تتزوج اليوم تطلق غدوة، وكي يشوفها إرهابي وتعجبه يزيد يتزوج بيها ويعاود يطلقها نورمال. قعدت تما مدة، كنا احنا 5 تاع الناس جدد، وكان لازمنا تدريب خاص باش يخلونا نجاهدوا ونولوا جاهزين 100%. كانوا لازم يعلمونا طريقة القتل، الذبح، ولازم نكونوا طاهرين قبل ما ننفذوا أي العملية. قبل تنفيذ أي مهمة كانوا يدوشوا في واحد الواد، يغتاسلوا زعما يطهروا مليح، زعما باش إذا استشهدوا يكونوا على طهارة. أنا قعدت تما 15 يوم، كرهت، قلت لازم نهرب، بصح ما كانش كيفاه نبقى هنا على طول. هذه ماشي طريق، هادو مجرمين ولازم نسلم روحي ونتهنى منهم. واحد الليلة كنت قاعد مع واحد من الأخوة المنضمين جدد، وقعدنا نحكو، لقيت مسكين حكايته تشبه لحكايتي، هو تاني انضم ليهم على غفلة وراه نادم، ولا صاحبي في الجبل، ورجعنا نخمو غير كيفاش نهربوا من تما. وكانوا غير يكثروا ويجوا من كل الولايات الأخرين، حتى نسا كانوا ينضموا ليهم. كنت قاعد مع صاحبي في المغارة وجعدنا واحد قالنا الأمير راهو طالبكم عنده، وكي رحنا نلقاوهم جايبين عالسكري مسكين ورابطين له يديه ورجليه بالسلك، ربطوهم بالكلاب حتى بدا الدم يخرج من يديه مسكين، وهو يبكي ويقول علاش يا خاوتي علاش؟ ياك أنا غير رحت نخدم على خاوتي وميمتي وراني يتيم. بصح هما بقاو يسبوا ويضربوا فيه مسكين، قعدت غير نشوف فيه، ما قدرتش ندير له والو والدمع حابسة في عيني. دخلنا عند الأمير قالنا أبشروا راهو جا دوركم ولازم تذبحوا، ورانا قريب نجيبوا لكم الضحايا حتى لعندكم. باش تذبحوهم طبقوا شان نطبقوا كلش تدربنا عليه عندهم، بصح حنا تدربنا على ذبح الحيوانات ماشي على ذبح بني آدم. خرجنا من عنده وحمدت ربي كيما قالناش تذبحوا هذاك العسكري. هذيك الليلة بعثنا الأمير 2 بنات وقالنا الليلة ليلة زواجكم تمتعوا بهم، راهم جواري، يعني كانوا كيجيبوا وحدة يعني يعتبروهم جواري عندهم غنيمة. أنا هذيك البنت ما قدرتش لا نمسها ولا حتى نشوف فيها، كنت عاطيها بالظهر ونحكي معاها. قلت لها واش جابك هنا؟ قالت لي جابني خويا، هو طلعني هنا بالسيف عليا وزوجني بواحد، ومن تما قعدت من واحد لواحد حتى وصلت لهذا المعسكر. رقدت وما مسيتهاش وما شفتش فيها حتى شوف، وفي الصباح خرجت نلقاهم يعذبوا في هذاك العسكري مسكين، هو يبكي ويقول لهم اعطوني غير نشرب الماء. حفروا له حفرة وردموه وخلاو غير راسو يبان، وبداو حاشاكم أكرمكم الله يتبولوا عليه ويقولوا اشرب يا وحدة الطاغوت اشرب. هو مسكين حكم غير كلمة واحدة، الله يهديكم الله يهديكم. أنا كل ما كان يقولها أنا كنت نحس بخدمي في قلبي. رحت لعند صاحبي وحكيت له، قال لي الطفلة اللي جابوها لي البارح راني سقسيتها منين جات، يعني منين جابوها؟ قالت لي من ولايتك ومن دوارك بالتحديد، وراهي تعرفك بالاسم،
وقال لي سمات لي حتى اسمه بواك. انا هنا تشوكيت، نخلعت من دوارنا، واش جابها هنا وكيفاش وعلاش. وقعدت نطلع ونهبط، وقلت له لازم نشوفها ونحكي معاها. قال لي نورمال، ودخلني الخيمة تاعو، لقيتها ما زالت عنده. والله بالرغم من المعاناة اللي كانت فيها والوسخ، شفتها أجمل امرأة في حياتي. قعدت تايه، من بعد تفكرت باللي ما كاش وقت للعشق والتمهبيل. سقسيتها كيفاش تعرفيني؟ قالت لي أنا بنت السي العربي. الله أكبر، بنت السي العربي، واش جابك هنا وكيفاش جيتي يا وحده الكلبة أكرمكم الله؟ خليتي باك وامك ووالدك وجيتي هنا؟ كنتي حاسبة رايحة للجنة؟ وبديت نعاير فيها، يا الدايرة يا الدايرة. أنا ما تشوف حقيقة السحر بس ما بتحمل، وقعدت نهضر ونسب واللي فيها، ما خليتهاش حتى فرصة باش تهضر. وصاحبي يقول لي يا ودي خليها تفهمك، يا ودي خليها تفهمك. وانا رايح العب، ما حبش كده. قلت يا الكلبة يا الدايرة يا المهم ما خليتهاش، وانا نمسخ فيها مسكينة. حتى عدتها مسكت وحيدة. قالت لي أكبر كرب كرمكم الله وخلص هو أنت. أنا جابوني بالسيف عليا، ماشي كيما أنت جيت وحدك. ولا نسيت نفكرك كيفاش يماك وباباك حاوزوك على جالهم، وانت كنت تقول لأمك كافرة. قلت لها سكتي خلاص بلعي، ما حبتش تسكت كامل. العذاب اللي كنت نتعذبه وزادت لحقة همها عليا، فتحت لي كامل الجراح. من بعد هدات شوية، قلت لها واش صرالك وكيفاش وصلتي هنا؟ حكات لي على بواها كيفاش قتلوه وكيفاش طلعوها مع خيتها وكيفاش بعدوها وحتى وصلت لهذا المعسكر. سقسيتها على دارنا، قالت لي الوقت اللي كنت تما كانوا كامل حيين، أما ضرك ما نعرفش. وسقسيتها على ناس بزاف، الناس اللي كنت نعرفهم في الدوار. قالت لي معظمهم ذبحوهم. قلت لها لازم نهربوا وندوك معانا. مع الأول كانت فاقدة الآمل، من بعد بشوية ولات قبلت، وقعدت كل يوم تقولنا نهربوا اليوم نهربوا اليوم. وإحنا كنا نستناو في الفرصة. المهم هذاك العسكري قريب مات، يعني اللي دخلوه في الحفرة ودخلوا غير راسه، بصح من بعد عاودوا خرجوه من الحفرة وخلوه تما. بدا يريح، وبدا غير بشوية بشوية حتى قدر يوقف على رجليه. مانيش عارف علاش الأمير خلاه حي وما حبش يقتله. احنا كانت عندنا حرية التحرك داخل المعسكر، يعني نقدر نروح وين نحبه، المهم ما نخرجوش خارج المعسكر. أنا كنت نقول هذاك العسكري إذا نقدر نعاونك بكاش حاجة، كان يقول لي قتلني وهنيني، هكا راح تعاوني. متسي العربي قالت لي باللي راهي بالحمل وما راهيش عارفة أصلا شكون أب هذاك تاع الولد، يعني كانت من واحد لواحد. وصاحبي هذاك قال لي ما راشي توشي فيها أصلا، المهم يعني ما تزوجهاش. واحد النهار جابوا 4 تاع الشرطة وقالنا الأمير هذو تاوعكم، انتوما اللي راح تقتلوهم وتبعثوا روسهم في شكاير. رحنا لعند المفتي تاعهم، قالنا لازم قبل ما ديروا أي حاجة تروحوا تغتاسلوا تطهروا. رحنا للواد باش ندوشوا، قال لي صاحبي نهربوا منا. أنا قلت له مستحيل نخلي بنت عمي العربي، مستحيل نخليها هنا ونهرب. دوشنا وطلعنا، غير وصلنا قالنا الأمير صبروا حتى الغدوة باش تنفذوا. يعني ذاك النهار ما نفذناش العملية، قالنا لازم نعرفوا منهم شي حوايج
ونستجوبوهم. هنا أنا خرجت واحدة التنهيدة من أعماق قلبي. بقيت مقابل هذاك العسكري وواقف، وبدات الشتا تطيح. كنت واقف تحتها وهي تطيح حتى ظلمت الحالة. وهذيك الشتا كانت تطيح بزاف، خيوط ماشي قطرات. جا عندي صاحبي ومعاه بنت عمي العربي وقال لي الليلة ليتنا نهربوا. قلت له ما كاش كيفاه، وراك تشوف الشتا طيح والجبل ما كاش كيفاش نديرو فيه، لو كان تزلق الطيح تتكسر. قالوا لي ما كانش حل واحد اخر، لازم الليله نهربوا. قالوا لي لازم الليله، ما كانش وقت واحد اخر، ولا راك باغي تبقى حتى الغدوه وتذبح البوليسي وتولي واحد منهم. قلت البنت عمي العربي انت راكي اونسانت يعني بالحمل، والطريق واعره، وبالك حتى تخسري هذا اللي في كرشك وراح تتوجعي بزاف. قالت لي ما يهمش، المهم نخرج من هذا العفن. قالت لي حتى اذا مت في الطريق معليش، واذا على اللي في كرشي يا ريت يا ريت لو كان غير يطيح في الطريق ونتهنى منه. هذا الكلام كامل كنا نقولوا فيه، وهذاك العسكري كان يسمع فينا. قالنا اذا تحبوا ربي حلوني ودوني معاكم، ما تخلونيش هنا. الشتا كانت قاوية بزاف. الحراس تاع هذاك المعسكر كامل هودوا ودخلوا للمغارات التوحم. حليناه واتكلنا على ربي. واحد ما فاق بينا، كانوا الكل متخبيين من الشتا، على خاطرش كانت بزاف ما قدروش يقعدوا تحتها. مشينا بعدنا وكنا كل مرة يطيح واحد منا. تمرمدنا بزاف، التراب الطين. المهم ديك الليلة متسخنة. مشينا حتى طلع علينا النهار. كنا بعدنا عليهم بزاف. هذاك العسكري ما قدش يمشي، قالنا خلوني هنا وكملوا وحدكم. ما خليناش، قعدنا معاه ريحنا ومن بعد كملنا مع بعض. 4 أيام وإحنا في الجبل، ما لقيناش قاع الطريق. كنا شغل ندورو في بلاصة واحدة، عينا بزاف، لا ماكلة لا والو. كنا غير نشربو من الواد وناكلو الأوراق تاع الأشجار، وكانش حشيش، ولينا كيما الحيوانات. حتى طحنا في واحدة البلاصة من التعب والعيا، رقدنا وخلينا صاحبي يعس، بصح هو تاني رقد. نضنا على صوت الرصاص والسلاح فوق راسنا، والسيد يضرب فينا برجلو نوضو نوضو. نضنا لقيناهم مجموعة إرهابية، وهذيك المجموعة تابعة المعسكر، ما يعرفوناش بالوجه، بصح مثل اللبسة تاعنا كنا باينين. وبداو يسقسوا فينا من أي معسكر، واش راكم تديروا هنا، وكيفاش وصلتوا لهذه الحالة. قلنا لهم كنا هابطين في مهمة باش نقتلوا واحد الطاغوت هو والعائلة تاعو، ولكن مع الشتا اللي كانت قاوية تودرنا في الطريق وما عرفناش وين نروحوا. قالوا لنا باللي يعرفوا المعسكر تاعنا مليح وراح يوصلونا ليه، وإحنا ما حبيناش، ما بغينا لهمش. قلنا لهم عندنا مهمة ولازم ننفذوها. قالوا لنا واش اسمه الطاغية اللي راكم رايحين تقتلوه، وين يسكن. سكتنا كامل، احنا ما نعرفوش حتى حد في هذيك المنطقة، وأصلا ما نعرفوش حتى اسم المنطقة اللي رانا فيها. بصح سلكنا هذاك العسكري اللي كان معانا، قال هكا اسم الراسو وعطاهم اسم الدوار من تما، وربي ما بغاش باش نطيحوا بين يديهم. طلع اسم الدوار صح، يعني نشان هذاك الدوار كان كاين من هذيك الجهة. وعلاش راكم حابين تصفيوه؟ قلنا لهم جاتنا إخبارية باللي راهو يلعب على جهتين وراه يوصل اخبارنا للدولة. عطاونا كلينا وشربنا، وصلونا حتى خرجونا من الجبل. هنا شفنا الطريق، ودعونا عنقونا وبداو يدعونا بالتوفيق، وربي زعما باش يقدرنا على هذاك الطاغية. هبطنا للطريق وعدنا نستناو في كانش واحد يرفدنا، ولكن للأسف ما كانش اللي حب يرفدنا. اللي شوفنا يزيد في السرعة تاعه ويهرب، والطريق كانت فارغة.
من بعد يعني كل مرة وين تشوف عادة لوطو جاية، قررنا نديرو؟ قلنا نجيبو الحجر ونحطوه في الطريق وندرقو. حتى جا واحد فايت حبس وبدا يقلع في الحجر من الطريق تاعه. هنا خرجنا وكنا قريب ليه. قرب الراجل يموت مسكين كي شافنا. قلنا له ما تخافش، رانا خاوتك هاربين من الجبل ورانا باغيينك توصلنا لأقرب مركز شرطة. ركبنا وراح بينا. كانت مخلطة علينا واحد المشاعر، مشاعر تهنينا من هذيك الميزيريا اللي كنا فيها في الجبل، مع مشاعر الخوف واش راح يستنى فينا مع الدولة وكيفاش راح يأمنونا. أنا صاحب الشاحنة المركز تاع الشرطة، والشرطة وصلونا عند لي جوندارم، خبرناهم بحكايتنا وعطيناهم كاع المعلومات اللي كانوا يحتاجوا لها. هذاك العسكري مسكين عاوننا بزاف، يعطيه الصحة، شهد معانا، وحنا كنا عطيناهم كاع الأماكن والبلايص اللي نعرفوهم. داهموهم وقدروا يقضوا على أغلبهم، وكاين بلايص ما لقاو فيهم حتى واحد. المهم قاموا بينا، عالجونا مليح، فوتنا فترة طويلة عقوبة في السجن. بنت عمي العربي من بعد ما دخلنا السجن وهي دخلت تاني ما زدتش سمعت عليها حتى خبر. فوتنا هذيك الفترة تاع السجن أنا وصاحبي مع بعض، والحمد لله اللي شهد معنا هذاك العسكري، ربي يحفظه إن شاء الله. كنا نروحوا فيها. بعد ما خلصت مدة السجن تاعنا خرجنا. أنا ما لقيتش وين نروح، صاحبي راح لدارهم وأنا كنت خايف نروح للدوار تاعنا، غير نمشي ونخمم كيفاش راح تكون ردة فعلهم. يا درى راح يتقبلوني، يا درى راح يتقبلوني بيناتهم، يا درى أمه مازالها عايشة، يا درى أختي كيفاش راح تستقبلني، زعما مازالها في الدوار ولا هي ثاني طلعوها وداروا فيها كيما داروا في بنت السي العربي. أبا مسكين، يا درى كيفاش راح نتكلم معاه، كيفاش راح نقابله. كنت غير نخمم. ركبت في الطاكسي وطلعت للولاية تاعي، ومن تما كملت مشي للدوار تاعنا. كنت نمشي على رجليا ونطلع ونهبط ونقول ما كاش اللي راح يحسن عوني، على بالي راح كاع يلوموني وراح يقولوا هذا إرهابي، وراح تبقى هذيك الكلمة تطاردني طول حياتي. أنا كنت ناوي نشوف فقط العائلة تاعي ونعاود نهرب من هذاك الدوار. كي تعبت ريحت تحت واحد الشجرة قريب ساعة وأنا نخمم كيفاش راح تكون أول لقاء مع والدية. من بعد كملت طريقي للدوار، وصلت لقيت الدوار كامل متبدل، الناس قاعد تبدلوا. تقول اللي كانوا ساكنين من قبل راحوا وجاو ناس اخرين، اللي كانوا صغار كبروا ولاو بعائلاتهم، والكبار ماتوا، ونص الدوار خالي. وصلت عند المسجد وكان وقت العصر، الناس صلت وجات خارجة. قلت بالك با راهو هنا. قعدت نستنى حتى خرجوا كامل. واحد ما عرفني في هذاك الدوار، اللي يفوت عليا يقول لي السلام عليكم. أنا شفت بعض الناس وعرفتهم، بصح ما بغيتش نهضر معاهم، خفت يعرفوني. مشيت عند الدار تاعنا وجيت عند الباب، لقيت الباب مغلوق بالسلسلة والكادنة وباين عليه مهجور من مدة. رجعت عند واحد الدار تاع صاحب با، طبطبت عليه، قال لي شكون؟ ما لقيتش واش نرد عليه. من بعد جيت رايح، جا من مورايا قال لي شكون انت؟ من بعد كي شاف فيا عرفني، جا عندي عنقني وبقى انت فلان بن فلان، انت فلان بن فلان، واش راك؟ انا كنت مخلوع، كيفاش على باله باللي انا ارهابي وراه يعنق فيا ويسقسي فيا. من بعد عرفت منه باللي با وما مساكين ذبحوهم، ربي يرحمهم. با وما ماتوا غضبانين عليا، واختي مسكينة طلعوها للجبل. ومن بعد قال لي واش راهم خوتنا في تونس والحالة كي دايرة عندهم الإرهاب كيما احنا ولا لا؟ قلت له واش حكاية تونس؟
قال لي ياك انت كنت في تونس؟ هنا ما لقيت ما نقول له، ومشيت معاه في الحكايه. من بعد فهمت باللي با الله يرحمه كان مفهم الدوار باللي انا بعد ما طلعت للجبل ندمت وقتلت واحد منهم وهبطت، وجيت عند با طلبت منه السماح هو وما، ورحت لتونس هربان من الارهاب، وكملت تما في تونس حفظ القرآن. طبعا الحكاية هذه ما كانش منها، ولكن الأب تاعي الله يرحمه كان حاشم من الناس اللي سقسوا عليا، ألفها من راسه، والدوار كامل كيما دار كان مأمن بها. واحد ما عرف حقيقتي. بايت هذيك الليلة محروق، بايت نتقلب، قلبي محروق. في الصباح خرجت ورحت لدارنا نقيتها، ومن بعد بديت نختلط بالناس، وكانوا الناس اللي مازال عاقلين عليا كانوا فرحانين بيا بزاف كي جيت من تونس زعما. بالصدفة لقيت بنت عمي العربي تما في الدوار مسكينة، وقاع الناس حاقرينها وماشي متقبلينها، كانوا يقولوا كانت مع إرهاب. واحد ما كانش يقول مسكينة واش صرالها في هذاك الوقت، وما حسوش بمعاناتها، وكامل الدوار كيما كان ضدها. تقول طلعت هي ماشي هما داوها بالسيف عليها. أنا قررت باش نخطبها. الناس قالوا لي راك ما تعرفش واش دارت، راهي كانت مع الجماعة وعندها ولد غير شرعي، كيفاش انت اللي قاري ومتعلم تروح تتزوج مع وحدة كيما هكا؟ قلت لهم اللي يستر على مؤمن ربي يستره في الدنيا والآخرة. المهم كان لازم نستر عليها، وكيما كان الحال تزوجت بيها وربيت هذاك الولد غير شرعي، وزاد ربي رزقني بزوج بنات، والحمد لله بفضل الله بفضل الوالدين راني ما زلت بقدري في هذاك الدوار. وفي الأخير أحبتي في الله، إذا عجبتكم القصة ما تنسوناش من إعجاب واشتراك، وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله.